عايزة أقول إنه برج القوس أولًا أكتر برج أنا باشوف عندهم تفاؤل، إمم، هم عاملين كده زي الحاجة الحلوة اللي تيجي في وسط حياتِك تدّيكِ تحلّي حياتِك. إمم، فهُم يعني عندهم حضور حلو، عندهم يعملوا روح مرح حلوة، وهُم دايمًا بيحبّوا الحياة فيها طاقة ونشاط وحركة، وكمان عندهم حماس وجرأة فظيعة، إمم، يعني عندهم من صفاتهم الكويسة الحماس والجرأة والشجاعة. لو بصّينا للرمز ممكن يوضّح لنا كتير. نُصّه حصان إمم، والنُص التاني بني آدم. بني آدم، ده طبعًا كائن خرافي، بس ده بيعبّر جدًا عن شخصية القوس، آه، اللي هو نُصّه مثالي مثالية الإنسان، ونُصّه عنده سرعة الحصان الحصان، وتهوّره، ويعني إمم، الحصان بيجري. آه، فده يعني هو نُصّه مادي ونُصّه إمم، مثالي. إمم، وهو دايمًا بيبقى عنده الحتتين دول عاملين له شوية ضايع ما بينهم، تشوُّش. إمم، إمم، فده برضه بيوضّح لنا صفات كتير، اللي هي زي ما قُلنا الحماس والجرأة والشجاعة، إمم، زي الفارس، عارفة إمم، فارس واخد الحصان وبيجري. إمم، كمان عندهم حاجة جميلة جدًا، حُب المعرفة. إمم، يعني أنا باشوف إن هم مُحبّين جدًا للتوسُّع وللمعرفة، جميلة أوي، إن هم إمم، بيحبّوا يعيشوا كويس، إمم، يعني يحبّوا يعيشوا مستمتعين بالحياة، بالحياة، إمم، مش بيحبّوا النكد. إمم، فدي حاجة جميلة. برج القوس اللي معرفته احسن من الفلوس. اول حاجه القوس ده اسمه القوس السهم المنطلق، على طول طالع لقدام بيسبق كل اللي حواليه، ما بيحبش حد يتحكم فيه، على طول مبتسمين اقوياء، ما بيحبش اللف والدوران. من مشاهيره عندنا في مصر ميرفت امين، نجلاء فتحي، شريهان، امارات، حاجه فظيعه.